تعالي تعالي، ده عمرنا واحنا بنسلق الكرنب غلط وبنقطع الكرنب غلط. سلام عليكم، ازيكم؟ النهاردة فيديو جديد ووصفة جديدة من احلى الوصفات اللي ممكن تعمليها وتخزنيها طول السنة وتدعي لوصفتك مع اسماء. بجد لايك وشير كتير للفيديو. والنهاردة هعرفك على احلى طريقة ممكن ان انتي تقطعي بيها الكرنب وتسلقيه وهو عامل زي الكتاب بالظبط. يعني ايه كتاب؟ دلوقتي هنشوف كل حاجة. بتجيبي الكرنباية وتتخلصي من اي ورقيات هايشة عليها او خضرة كده مش عاجباكي. بعد كده هتقطعها لي بالطول ل3، وبعد ال3 هتقطعي لي كل جزء ل3 او 2 على راحتك وعلى قد الورقة اللي انت عايزاها. شايفين الورقة طالعة اخت الورقة؟ كتاب يا ولاد زي ما انتوا شايفين القمر ده. بعد كده بنقطعها لتحت خالص. يعني ايه لتحت خالص؟ يعني بقى هنجيب السكينة ونقعد نقطعها للآخر، نسلكها من بعض كده زي ما انتوا عارفين. هتعمل معانا 6-7 أجزاء، نقطعها كلها بالشكل اللي هتشوفوه مع بعض ده. بعد كده يلا بينا بقى على النار بتاعتنا. هحضر حلة وهنزل فيها ب2 لتر من المية. اهم حاجة المية تكون كافية هنا. بعد كده هنزل بمعلقة صغيرة من السكر ومعلقة صغيرة من الكمون المطحون، وهنقلب كل الكلام الجميل ده مع بعض في المية المغلية. بعد كده هنزل بقطع الورق اللي انا قطعتها مع بعض. عايزه اقول لكم ان هي اساسا بتنزل وتطلع متساويه، لا انت محتاجه ان انت تقطعي ولا ترصي على بعض ولا اي حاجه. زي ما بتحطيها في الميه زي ما بتطلعيها بالشكل القمر 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 ده. الطريقه دي كانت فين يا جماعه؟ من زمان. الطريقه دي لازم تعتمدوها من وصفتك مع اسماء. بجد ما عادش ينفع ان انت تسلقوا الكرنب وتسووه غير بالطريقة دي. يلا بقى انزلي السوق وجيبي الكمية اللي انت تحبيها من الكرنب للسنة. من السنة للسنة يا بنات هتجيبي وتقطعي وتسلقي وتفرزني، مش هتكملي 10 دقايق في ال10 كرنبيات بجد. بعد كده هكرر بقى كل الكمية بتاعتي في المية دي. هتاخد قد ايه معانا في السلق يا اسماء؟ لو انت هتعينيه في الفريزر، اول ما هتنزلي بيها في المية هتعدي من 1 ل10. لو هتسلقيها في نفس اليوم وتحشيها هتسيبيها يعني من 1 ل20، 5 دقايق كده. تمام. قلتلكوا على كل تكاتي واسراري في تقطيع وتفريز الكرنب. تعالوا بقى نشوف مع بعض الورق عامل ازاي، وشوفوا الورقة اخت الورقة زي ما انت شايفة، كأنك فاتحة كتاب، كأنك فعلا بتقلبي في كتاب. ايه يا جماعة الجمال ده؟ ايه القمر والحلاوة دي؟ بجد من احلى الفيديوهات اللي انا ممكن اقدمها لك على قناتي. فعلا كانت فين الطريقة القمر العسل دي من زمان؟ كتاب زي ما بشوفوا كده. المحشاية هتطلع اخت المحشاية. بجد من كتر ما انا حابة الطريقة دي وحابة الوصفة دي جدا مقدمها لكم بكل حب. اعملي كل الكمية اللي انت تحبيها، وبكده اكون خلصت طريقتي في الكرنب. استنوني في وصفات كتير.